السلام عليكم، يسعد أوقاتكم متابعي قناة مطبخ الربيع الجميل. أهلا وسهلا فيكم جميعا. طولت عليكم الغيبة، بس جبت لكم اليوم وصفة بصدور الدجاج. كتير بنحتار نحن شو نعمل بصدور الدجاج، وكتير في وصفات، لكن هي الوصفة سهلة كتير وسريعة ومناسبة لهالجو، خفيفة يعني على المعدة بهالشوبات. حبيت شارككم فيها. هي أكلة تركية، يعني أنا جربتها بمطبخ تركي، فحبيت شارككم الوصفة. خليكن معي شوفوا المكونات والتحضير. بيلزمني كتير بصل، تقريبا نص كيلو، حبتين طماطم، حبتين فليفلة خضراء بتحبوا حلوة بتحبوا حدة، وصدر دجاج، وكم سن توم، وبطاطا تقريبا 200 جرام. رح أقطع الخضار مكعبات. أول شي رح بلش بالبصل، وبعدين رح أفرم التوم. التوم بتحبوا يعني تدقوه بدق التوم، تحبوا تقطعوه بهالوصفة طيب مقطع لحتى يكون قطعة وظاهرة. هلأ بالنسبة للبطاطا بدها قلي قبل ما نعمل الوصفة. رح أقطعها مكعبات. بتحبوا تقلوها بالزيت، زيت غزير، بتحبوا تحطوها بالفرن مع نقطة زيت، بتحبوا بقلاية البطاطا أو القلاية الهوائية. حطيت تقريبا معلقتين كبار زيت نباتي، والتوابل خشنة كاملة اللي هي قرنفل وحب الهال وورق الغار وقرفة عود، وكمان زنجبيل أخضر عندي فريش حطيته. طبعا انتو بتحطوا الشغلات موجودة عندكم متوفرة يعني. هلأ صدر الدجاج طبعا مخلي من العظم، وكمان شلت الجلد منه، وراح أقطعه كمان مكعبات. الوصفة هاي بتاخد معكم تقريبا نص ساعة شغل مع استواء طبعا. هلأ حطيت الثوم بعد ما قليت التوابل بالزيت، قليتهم بعدين حطيت الثوم، بعدين طبيت الدجاج، وهلأ بضل بقلبهم لحتى يكبوا المي تبعهم. هلأ تقريبا استووا 3/4 استواء. هلأ رح أسحب البهارات الخشنة، فأنا حاولت أسحب الدجاج وبيبقى البهارات بشيلهم، برجع الدجاج مرة تانية. طبعا انتو في عندكم خيارات كتيرة، يعني بأي طريقة بتحبوا تشيلوا البهارات ما في مشكلة، بس أنا هيك فاضية ما عندي شي حبيت هيك أتعب حالي شوي. هلأ رح رجع الدجاج بعد ما شلت كل البهارات الخشنة، وبعدين رح طب البصل فوقه. تقريبا كمية الدجاج قد كمية البصل، ورح اقلبهم مع بعض. هلا البطاطا صارت عنا جاهزة، لازم تكون مستوية لانه هي ما رح ترجع تنطبخ مع الوصفة. لازم تكون مستوية لانه رح نغليها بس دقيقتين مع الدجاج. حطيت البطاطا على جنب، وهلا البندورة والفليفلة كمان قطعتهم مكعبات وحطيتهم مع الدجاج. رح اضيف هلا البهارات اللي هي مكعبين ماجي، طبعا اختياري البهارات. عندي كركم وكاري وبهار اسود وبابريكا وبودرة ثوم وبودرة بصل، وعندي معلقة صغيرة دبس بندورة. رح خلطها مع كاسة، دوبها، بعدين صبها، وبعدين ارجع احط نص لتر مي. طبعا والمي بتحطوها حسب ما انتو بدكن سيولة الطبخة، شقد بدكن تحطوا بقلبها صوص فيكن تحطوا مي. هلا انا حطيت مبدئيا نص لتر مي، مع الكاسة صاروا 3/4 لتر. وقت بتغلي بحس نقصت ميتها برجع بضيف مي اذا بدي. البطاطا ما رح ضيفها لحتى اشوف انه استوت كل المكونات وتسبكت الطبخة عندي منيح، وركزت ملحها زبطت امورها. وهلا رح اطب معها البطاطا رح خليها تغلي معها بس دقيقتين واطفي الغاز، يعني لانه هلا طبختنا صارت جاهزة. هلا طفيت الغاز وهي النتيجة. والله ريحتها عبت البيت كتير كتير كتير، كانت طيبة. يعني انا بالنسبة لي كانت خفيفة على المعدة، وفضلتها على المكسيكانو لانه حتى مكوناتها بسيطة وقليلة. قدموا جنبها رز بشعرية، برغل بشعرية، بتاكلوها بالخبزة، شو ما بدكن. انا بطبخ جنبها رز. طبعا بتعرفوا انتوا الاتراك بيعملوا معكرونة احيانا بدل الرز، فهي الوصفة وصفة تركية بامتياز.
من أطيب وأسرع الوصفات. يلا إذا عندكم صدر فروج وأكيد عندكم بطاطا بالبيت وبندورة وبصل وهالقصص، قوموا يلا على السريع جهزوا الأشياء والمكونات واعملوا الوصفة هاي وشوفوا ما أطيبها وما أسرعها. شي لذيذ 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 ونغم. وهلأ هيك صار الفيديو انتهى والوصفة صارت جاهزة. إن شاء الله ألف صحة وهنا لكل حدا جربها، ويسعدني انضمام المتابعين الجدد للقناة. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأهلا وسهلا بالقديمين والجداد. وإن شاء الله هيك الفيديو القادم بيكون وصفات جديدة ومتنوعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.